يا رب دايما في أحسن حال، وكل سنة وانتم طيبين. مستقبلك هو ماضيك. الأحداث اللي بتحصل في الماضي بتكون لك شوية مشاعر وأفكار أوتوماتيك، بتترجم جوه عقلك بتكمل بيها. يعني من الآخر، بكرة هيبقى زي امبارح طول ما انت متعلمتش تعيش النهاردة. تحديدا طول ما انت متعلمتش تعيش دلوقتي حالا في اللحظة اللي انت فيها ديت. الماضي كده كده زمن وعدى، والمستقبل كده كده زمن وجاي. لا ده في ايدك ولا ده في ايدك. الحاجة الوحيدة اللي في ايدك هو دلوقتي، هو اللحظة اللي انت بتسمعني فيها، اللحظة اللي انت تقدر تعدل فيها افكارك وتعدل فيها مشاعرك، وتشوف ايه اللي كان مسبب لك كل المشاكل اللي حصلت لك قبل كده، وتبتدي تعالجها مع نفسك عشان ما تكملش مستقبلا عليها. بالمناسبة، الناس اللي بتعرف الغيب مش بالطريقة زي ما انتم متخيلينها ان هما الموضوع كله غيب. لا، هو بيقدر يعرف ماضيك وبيشوفك انت عامل ازاي ويلاقيك ما اتغيرتش، فغالبا بيخمن مستقبلك. كويس ان احنا داخلين على اجازة كبيرة، اللي هي اجازة العيد، جاية اجازة طويلة. فرصة ان كلنا نقعد مع نفسنا ونحاول نعيد حساباتنا ونستمتع باللحظة اللي احنا عايشين فيها، لان حرفيا هي دي اللحظة اللي احنا موجودين فيها. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش اخواتكم خالص يا جماعة بالدعاء. اشوفكم على خير.